من سوبر سونيك المستوى الأول، من سوبر سونيك المستوى مليون، سوبر سونيك مستوى منخفض جدا، مخسر السباق ضد سوبر سونيك. وحنضطر نرفع مستوى السوبر سونيك لأعلى مستوى. يا ترى هنقدر نفوز في المسابقة السوبر وننقذ العالم؟ يلا بينا. طيب أهلا بيكم في المنافسة الرسمية لكل السوبر عشان $1,000,000. انتوا عارفين ان في السباق ده مع الجائزة الكبيرة دي المنافسة مش بس على مين الأسرع، لكن كمان على مين الأقوى، وكل حاجة مسموحة. أنا عندي تحولي الخارق الخاص، وأتمنى أنكم كمان جبتوا تحولاتكم الخارقة بأعلى مستوى. أكيد طبعا، أنا عندي تحول خارق بمستوى يقرب من 1,000,000. أنا لا يقهر. ده شيء مذهل من غير شك. تحولي الخارق كمان كويسة جدا بمستوى 100,000. طيب بتاعتي مش أقل منهم. عندي تحول خارق بمستوى 10,000. أما أنا تحولي الخارق بمستوى 1000، بس أكيد أقوى من بتاعتكم. ما تضحكنيش يا ناكلز، تحولي الخارق هي الأفضل حتى لو كانت بس بمستوى 100. أما أنا عندي تحول خارق بمستوى 10، بس أنا راضية بينا. دي اللي قدرت زمردتي تديني يامه. وأنا يا خراب، أنا عندي تحول خارق بمستوى 1. يا خراب، كده مش هكسب المسابقة ولا حتى قريب. يلا كلكم وكل واحدة فيكم على أماكنكم، المسابقة هتبدأ. انتوا عارفين ان اللي هيفوز هياخد $1,000,000 ده ويعمل بيه اللي هو عايزه. أنا اللي هفوز عشان مفيش حد عنده تحول خارق بمستواي، والفلوس دي هسيطر على العالم. إيه؟ لا، حتى لو مستواي ضعيف جدا هأبذل كل جهدي عشان أكسب المسابقة دي. مش ممكن أسمح بكده. الفلوس دي لازم تروح للناس اللي محتاجينها أكتر عشان نقضي على الفقر. طيب السباق هيبدأ دلوقتي. افتكروا ان كل حاجة مسموحة. نافسوا، اجروا، اتخانقوا واقتلوا في 3 2 1 يلا. أوه أيوة، محدش هيقدر يمسكني. ده شيء مذهل. ولازم أقول لكم يا فاشنة، لو حد فيكم فكر يلاحقني هياخد علقة عمره، عشان مسموح نتخانق وأنا هخلص على الكل. مش هقدر أتأخر أو أستخدم قواي النفسية عشان ألاحق الوحش ده، ولو حاول يهاجمني معايا الدرع الرهيب ده اللي بيحميني. يلا يا سوبر سونيك، بالشكل ده اللي في مستوى 1,000,000 مش هتقدر عليا. أنا هحصلك. أوه لا، مش هسمح لكم تكونوا أسرع مني. عندي تحول سوبر في المستوى 10,000، وده بيخليني قوي بشكل رهيب. عشان كده هعمل كل اللي أقدر عليه عشان أوصلكم يا أغبياء. هكسب السباق، ولو احتاج الأمر هضربكم. أنا مش بخاف من حد. أوه لا يا خرابي، مش هتسيبوني ورا. مش أنا اللي هو المحارب الأسطوري إكيدنا ناكلز. هطلع كل قوتي، وحتى لو مش سريع زيكم أنا أقوى بكتير. الشكل الخارق ده اللي مستواه 1000 هيوريكم حاجات كتير. تعالوا هنا يا خرابي، أنا ناوي أفرمكم فرم. هي اسمعوا، ما تفتكروش انكم هتسيبوني وراكم. انا سوبر تايلز. انا عندي سيطرة رائعة ومذهلة على زمردة الفوضى بتاعتي، وعلى تحول السوبر في المستوى 100. عشان كده اوريكم انه اقدر على ده برضو، وانه اقدر اكون احسن سوبر ياخد $1,000,000. يلا بينا. ايوه هاي أنا كمان رايحة هناك. حتى لو عندي بس شكل سوبر مستوى 10 هحاول أوصل لأبعد مكان أقدر عليه، مع إني مش سريعة أوي. يا نهار، كنت أفضل أساعد سونيك بدل ما أبقى هنا بدري تقريبا على الفاضي، بس مش هستسلم. أنا كمان هعمل كل اللي أقدر عليه. يا نهار، الكل خرج وأنا يا ربي، عندي أضعف شكل سوبر فيهم كلهم. أنا بس مستوى 1، ما عنديش لا سرعة خارقة ولا قوة خارقة ولا رشاقة خارقة ولا أي قوة خارقة. ما عنديش أي حاجة. أنا بس سوبر غبي اللي ملحقش يلاقي زمردة الفوضى كويسة. ودلوقتي أنا في الموقف البشع ده، بس مع كده مش هستسلم. علموني إني ما ستسلمش وأفضل أقاتل لحد الآخر. من فضلكم ارجعوا لخط النهاية، السباق خلص وعندنا فائز. إيه بس أنا لسه جاري من شوية. يا نهار اسود، إيه اللي حصل؟ مين اللي كسب؟
يا نهار اسود، جيت متأخر شوية. بس مين اللي كسب؟ واضح اني مش انا. يعني طبعا، ازاي لا؟ السباق خلص وعندنا فايز واضح وهو سوبر شينسونيك. ده كان سهل قوي، والاتنين دول ما قربوش حتى يكسبوني. كنت هالحقه، بس هو ضربني ضرب موت. مش بس لازم تبقى أسرع منه، لازم كمان تبقى أقوى، وده مستحيل. بس ده مش عادي، هو كان مستواه أعلى بكتير مننا كلنا، كان المفروض السباق ما يتحسبش. ايوه، احنا عايزين فرصة تانية عشان نغلبه. مش عدل إن ياخد هو كل الفلوس، هيعمل بيها حاجات وحشة. أنا آسف، القوانين هي القوانين. اسكت ماشي، هرجع لعب فلوسي في سباق بكرة في نفس الميعاد، بس القوانين هتكون مختلفة. اللي عايز يتسابق هيشارك في سباق حتى الموت، اللي هيخسر هيسيب الدنيا دي للأبد. يا إلهي، ده مرعب جدا. أظن إن الموضوع واضح جدا، وبالشكل ده كسوبر سونيك في المستوى الأول مش هقدر أعمل حاجة، فهعتزل. وبعدين يا سونيك بلاش تقول كلام سارد، الكلام ده مش صح. ممكن تكون في المستوى الأول، بس ده علشان ما كانش عندك وقت تعمل تحول أقوى أو تلاقي زمردة أحسن، لأنك كنت بتنتظر العالم. بس أنا مؤمنة بيك وعارفة أنت تقدر تعمل إيه. خد زمردة السودا بتاعتي، أنا واثقة فيك، حتى لو بس علشان توصل لمستوى 10. عارفة إن عندك القدرة إنك تنقذ العالم. إيمي، أنا تمام، هعمل كده، هأنقذ العالم ده. شكرا على زمردة المستوى 10 بتاعتك. بسرعة، من دلوقتي عندك بس 20 ثانية علشان تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان ترفع مستوى سوبر سونيك. وكمان لو كتبت في التعليقات كلمة سوبر سونيك هتاخد كل قوته وقدرته. فلو أنا مكانك هسرع لأن الوقت بيخلص. لا. أيوة، دلوقتي أنا سوبر سونيك مستوى 10، وبكده أقدر أعمل حاجات أكتر بكتير. سونيك، احنا كنا بنتابع كل حاجة وبنعتقد ان عندك القدرة توصل لمستوى 1,000,000. كلنا هنساعدك تتدرب باستخدام الزمردات بتاعتنا اللي مستوياتها اعلى. بالظبط، بعد ما تشوف تايلز تعالى معايا. وبعد كده تعالى معايا، مع اني لسه زعلان اني خسرت. انا كمان هعلمك المفاتيح سونيك. يا جماعة، أنا شكرا جدا، أنا حاسس إني متشرف. يلا نتحد مع بعض ونهزم الوحش الغبي ده ونمنعه ياخد الفلوس ويسيطر على العالم. يلا بينا. تايلز. طيب تايلز، أنا جاهز دلوقتي عشان تديني الزمردة دي من المستوى 10. لا يا غبي، دي الزمردة من مستوى 100. انت كده بتثبت لي انك مش تستحقها قوي. على العموم لو عايزها هتضطر تدور عليها في اي مكان في المعبد ده كله اللي هخبيها فيه. وعشان اصعب عليك اكتر هحط كذا زمردة مزيفة. نشوف بقى لو هتعرف تميز الزمردة الصح. يا سلام يا تايلز، شكلها تجربة جامدة. أكيد كده هتعلم إزاي أبقى سوبر سونيك أحسن وأرفع مستوايا للآخر. مفيش شك في كده يا سونيك. يلا حضر نفسك، احنا داخلين على التحدي. ماشي، أنا جاي. لازم أستخدم قوايا بتاعة سوبر سونيك. إيه ده؟ يا نهار أبيض، كنت هموت هناك. إيه اللي حصل ده؟ يبدو إنه المكان ده مخبي أكتر من سر واحد، وأنا متأكد إنه أول سر ممكن يكون هنا. أكيد، إسمرالدا لقيتها، كانت سهلة جدا. ولحظة، الإسمرالدا دي مجرد رسمة بس مش حقيقية. يا نهار اسود يا تايلز، انت ضحكتي عليا. صحيح اني دلوقتي أسرع وأكثر رشاقة، بس لسه مش قادر أطير ولا أستخدم قوة خارقة ولا قدرات خارقة. أكيد عندي كتير أطور نفسي فيه كسوبر سونيك، وعشان كده لازم ألاقي الإسمرالدا اللي ترفعني للمستوى 100. يا سلام، لقيتها يا تايلز. ابتدي جهز شنطك عشان برضو دي مجرد جرافيك. لعن عليك، بطل تلعب بيا بالطريقة دي يا تايلز، هتندم في الآخر. اللي شايفه بعيني دي هي الإسمرالدا، برضو هولوجرامية. يا نهار اسود، استنى لحظة، يمكن ورا الشلال. برضو هولوجرامية. طيب أكيد متخبية في المعبد ده، مفيش حل تاني، عشان اللي في المعبد ده برضو هولوجرامية. أخيرا شايفها. إسمرالدا، انت بتاعتي. برضو هولوجرامية؟ إسمرالدات مزيفة كتير قوي. فين ممكن تكون الحقيقية؟ تحت كده مش باين حاجة. استنى لحظة، ورا الشلال ده مش عارف، بس يمكن ورا الشلال اللي هناك اللي أنا شايفه ده بعناية، هو ده ممر سري. يا سلام يا تايلز، أهي هناك. كنت فاكر إنك هتهرب مني،
بس أنا لقيتها، الإسمرالدا الحقيقية. أيوة، دلوقتي اديني قوتك وساعدني أبقى سوبر سونيك بمستوى 100. أوه أيوة، ده فعلا هو القوة. يا لهوي، تايلز، أظن إني بقيت سوبر سونيك بمستوى 100. أقدر أطير لفترات قصيرة، وبقي عندي قوة أكتر بكتير من الأول، خصوصاً في التحمل. إيه رأيك؟ أنا شايف إن ده كان مذهل يا سونيك. أنت ما اتخدعتش بأي زمردة مزيفة، وفي الآخر لقيت زمردة رفعت مستواك لحد المية. أنا فخور بيك جدا يا صاحبي. دلوقتي أنا قربت أكتر إني أخلص على سوبر تشين سونيك الغبي ده، بس لسه الموضوع في أوله. وعندك حق تماما يا صاحبي، لازم تروح تشوف ناكلز، هو هيساعدك ترفع مستواك أكتر. وهعمل كده فعلا يا صاحبي. ناكلز، حضر نفسك، هوريك يعني إيه سوبر جامد. أنا أخيراً وصلت هنا يا ناكلز. زي ما أنت شايف أنا سوبر سونيك مستوى 100، بس جاي علشان أوصل لمستوى 1000. وفعلا يا سونيك لما توصل للمكان الصح هتتصلب في حمم اليأس. لو عايز الزمردة اللي هتديك شكل المستوى الأنف لازم تكون قادر تتحمل ضرباتي. ماشي، أنا جاهز لكده يا ناكلز. هتحمل ضرباتك وهوريك ضربة تعرف بيها أنا أقدر أعمل إيه. يبقى استعد تشوف سوبر لكمة ناكلز. هبدأ واحدة واحدة. الأول ضربة عادية. خد دي وخد دي من ناحية ومن الناحية التانية. خد. برافو يا سونيك، انت بتتحمل كويس جدا، بس جرب دلوقتي ضربة قوية. يلا وخلصنا، يلا بينا. خد دي. واو يا سونيك، انا متفاجئ من قوتك في التحمل. ده علشان أنا مش هستسلم وهاخد السمردة دي، هتشوف بنفسك. ده علشان انت مش عارف انا اقدر اعمل ايه. دلوقتي هضربك بكل قوتي. ياه. قلتلك انك مش هتقدر. يا سلام، رجعت تاني صح؟ طب جرب واحدة كمان زيها. لا ناكلز، لازم تفهم إني مش هستسلم. تقدر ترميني بعيد زي ما تحب، بس دايما هرجع. أنا جاهز أتحمل أي ضربة منك. أنا آسف عليك يا سونيك، هديك أقوى بوكس عندي. خد دي. ياه. أنا آسف جدا يا سونيك، بس مش هتقدر تتحمل. إيه؟ أنا قلت لك يا ناكلز هستحمل أي حاجة عشان أجيب الزمردة دي، هتبقى بتاعتي. وساعتها يا سونيك انت قدرت تتحمل كل ضرباتي. انت كده كسبت حق انك تضربني واحدة. لو غلبتني السمردة اللي بمستوى 1000 هتبقى كلها ليك يا صاحبي. يلا وريني هتفاجئني بإيه. يا نهار أسود، مستحيل أضربه بلكمة قوية زي اللي كان بيضربها، بس أظن أقدر أمتص شوية طاقة من الزمردة. هسخن شوية يا ناكلز. بسخن. وأيوة، امتصيت شوية من طاقة زمردة الفوضى. لسه في المستوى 100، بس هضربك بلكمة من مستوى 1000 وهآخد الزمردة دي. أنا سوبر سونيك النهائي. ياه، أظن إني زودتها شوية. ناكلز، أنت كويس؟ ياه، أعتقد إن قوة الزمردة هي اللي عملت كده. سونيك مبروك، خلاص كسبت. خد الزمردة. تمام، ده غريب شوية. يا رب تقدر تخرج من هناك يا ناكلز. أنا هبدأ أمتص الزمردة يا سلام، دلوقتي أنا سوبر سونيك الذئب بمستوى 1000، عشان كده الضربة كانت قوية كده. دلوقتي هروح أشوف شادو، هو يقدر يساعدني صح يا ناكلز؟ أيوة يا سونيك، أنا هتصرف وأشوف إزاي أخرج من هنا. ماشي، روح لشادو. تمام يا شادو، الزمردة بمستوى 10,000. أنا جاي. طيب شادو، أنا وصلت هنا وعايز الزمردة اللي هتخليني سوبر سونيك بمستوى 10,000. الزمردة دي قوية جدا يا سونيك، مش أي حد يقدر ياخدها. عشان كده لو عايزها لازم تهزمني في سباق في كل الحلبة دي، وكمان في قتال. لو عملت كده ساعتها هتكون تستحق الزمردة وتقدر توصل لمستوى 10,000. يلا بينا يا شادو، خد مكانك.
لإني ههزمك جامد. هتشوف الكلام ده. اعتبر دي تجربة صغيرة للي مستنيك قدام سوبر تشين سونيك على زمردة الفوضى لمستوى 10,000 في 3 2 1. يلا نشوف لو هتعرف تمسكني يا فاشل. السرعة دي مفيش زيها ومفيش حد يقدر يعمل كل ده. ايوه. أوه لا، انت سبقتني بفرق كبير. جايلك. هل حقك يا شادو؟ استنى لما أطلق قوتي الحقيقية. ودلوقتي بجد لسه مش قادر أطير بالسرعة دي، بس أقدر أرجعك ورا. إيه اللي حصل يا شادو؟ أنا سبقتك وعديتك وكمان ضربتك. هتعمل إيه بقى؟ دلوقتي لازم أستغل الفرصة عشان أخرج من الأنبوبة الغبية دي وأكسب السباق بأسرع وقت ممكن. استنى، إيه ده؟ هو ده شادو. زعلنا عليك، بيرميني بكل حاجة حرفياً. أكيد كده هتكون معركتي صعبة ضد سوبر شينسونيك، فلازم أتعود. خد دي يا شادو. بالشكل ده أنا قوي جداً وأقدر أديك علقة محترمة. خد الضربات دي. أيوة، اللعنة عليه، ضرباته قوية إزاي كده؟ لازم أتفاداهم. خد دي. يلا ولازم أكمل مع إني فقدت سرعة كتير. لا شادو، خد دي، لازم أكمل. يلا لا خد الضربات دي يا شادو. مستحيل أقدر أهزمه عشان هو أعلى مني بكتير في المستويات، بس كل اللي عليا أكسب السباق وأتحمل هجماته. تمام، أنا بعملها، أنا بنجح. ابعد عني. لسه ما عنديش قوة خارقة. أنا سريع، أقدر أطير شوية كمان، وكمان أنا قوي وبتحمل، بس لسه محتاج أرفع مستوايا عشان أفتح تحسينات أكتر. المهم دلوقتي إني بعمل فاميلي كويس. شادو سيبني. خد دي، ولسه عندي اندفاع أخير. يلا لازم أدي كل اللي عندي، وأخيرا هكسب السباق. آسف يا شادو، بس الزمردة دي بتاعتي. أيوة، واو يا شادو، كانت حاجة جامدة. تعبت جدا بس قدرت أغلبك. انت كمان عملت شغل جامد يا سونيك، فعلا تستحق المستوى 10,000. يلا خد، استخدم قوة الزمردة بتاعتي. أكيد يا شادو، أنا جاي. هبقى سونيك بمستوى 10,000. أوه أيوة، يعني دي فعلا شكل سوبر سونيك بمستوى 10,000. دلوقتي أخيرا بقيت أتحكم في الطيران ومهاراتي، وبقى عندي قوة. أيوة، يعني أنا رايح لسيلفر وححقق مستوى 100,000. أيوة، أخيرا وصلت لك يا سيلفر. وأنا محتاجك تديني الزمردة بتاعت مستوى 100,000. كنت أحب أديهالك كده وخلاص يا سونيك، بس ده ما ينفعش. الزمردة دي جواها قوة كبيرة جدا، وعشان تقدر تتحكم فيها كويس لازم تجمع الخواتم اللي متوزعة في كل المكان ده. لو قدرت تجمعهم كلهم واحد واحد من غير ما تسيب ولا واحد، ساعتها هتكون تستحق الزمردة وقوتها، وكمان هتقدر توصل لمستوى 100,000. مجرد جمع خواتم ده سهل جدا. أنا جاي. مش بالساهل كده يا سونيك، في أعداء هيحموا الخواتم دي، خلي بالك. ماشي، أنا جاي. واستنى لحظة، إيه اللي حصل هنا؟ شكله الأعداء بوظوا المكان. دلوقتي هيبقى أصعب أجمع الخواتم. بس شايف واحد هناك؟ أيوة، جبته. تمام، دلوقتي لازم أسرع وألاقي باقي الخواتم. واضح إنهم اتنقلوا من مكانهم. يا خسارة. بس استنى، شايف واحد تاني هناك؟ يلا وأنا بطير جبته. أيوة، هو هنا وبقى بتاعي. جامد كده، معايا ختمين. استنى، مين اللي بيضرب عليا نار؟ لازم أروح أجيب الباقي. يا سلام، طلعوا روبوتات. أكيد الدكتور إجمان كان بيستخدمهم. خد دي يا روبوتات. أيوة خلاص، وخد قوتي. أيوة. أوه يا واحدة ميتال إيمي مش هتقدر عليا دلوقتي. بقى سامحيني يا روبوتة، لازم أمشي. استني، في كمان روبوتات. المرة دي ميتال ناكلز. خد دي، ودي كمان. أيوة، خد دي، جرب دي. يا روبوت غبي، سيبني في حالي.
لا لا لا، هيمنعوني اخد الخواتم. لا، وانا همنعكم تمنعوني. اوه ايوه، خد دي يا ملعون عشان تبطل تزعجني. دلوقتي بجد لازم اروح اجيب حلقات اكتر، مع ان في روبوت تاني بيطاردني. لازم اكون سريع، كل حاجة اتحركت كتير. اظن كان في حوالي 6 حلقات ومعايا بس 2، فهزود سرعتي. وهناك شايف واحد تاني. ماشي ماشي ماشي. 3. الروبوتات الملعونة دي لفوا كل الهيكل، صعبوا الدنيا، بس برضو هلاقي الباقي. وأنت يا روبوت ملعون مش هتقدر تمنعني. ياه، ما تقربش مني أكتر. ماشي، محتاج أهبط هنا شوية عشان من هنا هقدر أشوف الحلقات أحسن، لأني حاسس إنهم ضاعوا هنا حوالين. فعلا هنا في واحدة تانية، ودلوقتي أظن إنه فاضل حلقة واحدة بس. لازم أكون سريع ولاقيها. هنا شكلها مش موجودة، بس ثانية واحدة أقدر أشوفها. هناك آخر حلقة، جامد، هتبقى بتاعتي كلها. هحقق المهمة وها هي. لا لا لا، كنت عارف لسه في روبوت، وكمان من النوع القوي. خد دي، مش هسمح لك تضربني. لا لا لا، مش هتقدر تهزمني. ده ميتال سونيك، زعيم الروبوتات. وياه، لا لا لا، كل البنية بتنهار. هضيع الحلقة، مش هقدر استسلم بالوقتي. وداعني يا نيو ميتال سونيك. يا نهار أبيض، كل حاجة باظت. هيبقى مستحيل ألاقي الحلقة هنا، بس أظن لو طرت وأدمر كل ده. أيوة أيوة أيوة، نجحت. شايف بوضوح إن هنا الحلقة اللي ناقصني، ده بتاعي. أوه أيوة، جمعتهم كلهم يا سيلفر. فين هو دلوقتي؟ مع إن كل حاجة متلخبطة. أكيد لسه عايم في الهواء، وأنا عارف بالظبط هو فين. يا سيلفر، كنت بتقع يا صاحبي. شكلك حتى أنت ما قدرتش تقاوم كل ده، صح؟ كانت صعبة بس قدرنا معديها. يلا هات الزمردة. كانت مهمة صعبة جدا. شكرا إنك أنقذتني من الوقوع يا سونيك. أخيرا بقيت تستحق زمردة الفوضى ذات المستوى 100,000. شكرا يا صاحبي، أنا جاي دلوقتي وهستخدم قوة كل الخواتم. ده وقتي أبقى سوبر سونيك بمستوى 100,000. أيوة دلوقتي بعد ما بقيت بمستوى 100,000، ده الوقت. اليوم عدى خلاص، لازم أروح أشارك في السباق. لازم أهزم سوبر شان سونيك، حتى لو مش عندي مستوى 1,000,000، بس أقدر أعملها، واثق في ده. طيب، احنا دلوقتي في إعادة السباق. سوبر شان سونيك الكريم بيراهن تاني على $1,000,000 اللي كسبه من امبارح. اسكت وما تقوليش كريم، انا بس عايز حد يظهر ويدمره. يبدو انك مش هتكون محظوظ، مفيش حد جه يتسابق، مستواك عالي قوي. إزاي يعني مفيش حد جه؟ أنا هنا هو سوبر سونيك بشكلي في المستوى 100,000 علشان أنافس في السباق. واو، ده شيء مذهل انك كان عندك الجرأة تيجي هنا، وكمان من غير ما توصل للمستوى 1,000,000. على العموم الكل يتجهز علشان نبدأ سباق النهائي. ايوه، ويلا نخلص على الموضوع ده. اخيرا عندي فريسة، وبعدها هدمر العالم بفلوسي. لسه ما وصلتش للمستوى 1,000,000، بس ما عنديش فرصة تانية. لازم أحاول بالمستوى 100,000. يبقى تبدأ السباق في 3 2 1 يلا بينا. ايوه، انا دلوقتي سابقه بفرق كبير، بس انا مش عايز اسبقه بس، انا عايز اخلص عليه في سباق الموت ده. عشان كده هقف على وش الفوز بالسباق. ايوه، من هنا. ايوه، ده سهل قوي، انا جاي من هنا. ايوه، وفي الخط المستقيم هنا هستناه عشان اخلص عليه واقتله. ماشي، أنا جاي. بصراحة أنا خايف شوية، غالبا هو سبقني بكتير دلوقتي، وأنا يعني لازم أحاول. حتى لو كان بس مستوى 100,000، هحاول أكسب السباق ده. هحاول أديها كل السرعة اللي في الدنيا، كل اللي أقدر عليه عشان أحاول أعديه، حتى لو فقدت السيطرة. أوه لأ، ده كتير قوي. وقعت. تمام،
قدرت أتحكم، بس دلوقتي لازم أرجع للمضمار مع إني مش شايف إني هقدر أغلبه. بس لحظة، إزاي كل ده متشال في الهواء؟ إيه ده اللي هناك؟ أكيد كل المضمار ده $1,000,000 لازم يجوا من مكان. كل ده جاي من قوة الزمرد الرئيسية اللي مسكت المضمار. أكيد، إزاي ما فكرتش في كده؟ قوة الزمردة الرئيسية هي الوحيدة اللي تقدر تخليني أوصل للمستوى 1,000,000. دلوقتي يا عمره ما هيجي. يا زمردة الماستر، اديني قوتك وخلينا نخلص على ده. يا نهار أبيض، إيه كل القوة دي؟ حاسس إن محدش يقدر يوقفني دلوقتي بجد. أنا سوبر سونيك مستوى 1,000,000 وهوريشين سونيك. مين اللي بيحكم هنا؟ أيوة، انت دايما كنت بتحارب عشان توصل لمستوى 1,000,000. قولي بقى، ايه احساسك لما يكون اكبر عدو ليك هو اللي يوصل له؟ ازاي مستوى 1,000,000؟ لا مستحيل يكون ده حقيقي. مش فارقة معايا، هخلص عليك برضو. انت اللي اخترت سباق للموت، اتحمل بقى العواقب. تعال هنا. انا ههزمك مهما كان الثمن. لازم افكر انه حتى لو انا مستواي 1,000,000 هو كمان مستوى تقريبا 1,000,000. ممكن يكون 900,000 أو 999,000. يعني حيكون صعب جدا أكسب المعركة دي، بس أقدر أعملها. دلوقتي عندي قوة جديدة. يلا وريني هتلحقني ولا لأ. يا ملعون، هنقاتل في كل الأرض دي. يا سلام. عندك قوة؟ بس أنا كمان. خد دي، ودي. شوف أنا أقدر أعمل إيه. شعاع خاص. ملحقتش أعمله. لازم أركز كل قوتي في هجمة واحدة. هو كمان قوي جدا، وواضح إنه تقريبا بمستوى 1,000,000. بس هنا الفرق، أنت تقريبا وأنا 1,000,000. خد دي. ماشي، محتاج أكسب ثانية، وأعتقد إني أقدر أعمل هجمة تخلص عليه. خد دي. لا، إيه؟ خلاص. ماشي، دلوقتي هو الوقت. هضعفه بكام ضربة كمان. يلا استعد، انت اللي طلبت قتال للموت، يبقى دلوقتي امشي وما ترجعش تاني. خلاص، خد دي. أيوة، ده هو قوتي الحقيقية النهائية بمستوى 1,000,000. مع السلامة للأبد سوبر شين سونيك. في الآخر ما قدرتش عليا، صح يا فاشل. ده هو المستوى الحقيقي 1,000,000. دلوقتي هعدي خط النهاية وأنا منتصر، بس مش قبل مرميك من على الحافة يا صاحبي. مع السلامة للأبد. يا رب تكوني تعلمت الدرس. أنا سوبر سونيك الأسطوري مستوى 1,000,000، وأنا أعلن نفسي الفائزة في السباق النهائي على $1,000,000. يا إلهي يا سونيك، ده كان مذهل. عمري ما شفت حد في مستوى 1,000,000. مبروك، الفلوس دي بتاعتك. قولي، هتستخدم الفلوس في ايه؟ هل هتدمر العالم برضو؟ ما تضحكنيش يا دكتور إجمان. الفلوس دي هاخدها للناس اللي محتاجينها. في ناس كتير مش لاقية تاكل وما عندهمش فلوس خالص، وناوي أستخدم الفلوس والقوة دي علشان أنقذ العالم. يعني هروح أديها لكل اللي محتاجينها، لأني أنا سوبر سونيك بمستوى 1,000,000. أيوة.